السلام عليكم ومرحبا بكم في حكايات الوهرانية. شكرا بزاف على تعليقاتكم الشابة اللي تدعمني وتشجعني. شكرا على اللايكات، ربي يحفظكم، راكم واقفين معايا وهذا يخليني نحط قصص أكتر وأكتر وبارطاجوا الفيديوهات تاني مع عائلاتكم وحبابكم اللي يبغوا يسمعوا القصص الواقعية والحقيقية وخاصة القصص العشرية. ولادنا اللي راهم يفوتوا في البيام ربي ينجحهم ويوفقهم إن شاء الله. ربي يكون مع الوالدين اللي راهم واقفين مع أولادهم، هما اللي راهم يفوتوا الشهادة ماشي ولادهم. ربي يوفق الجميع. وصحاب البكالوريا تاني ربي ينجح كاع الوليدات إن شاء الله. اليوم جبت لكم قصة، واش من قصة غريبة عجيبة. كان واحد المثل وهراني يقول ضراير ينزلوا متعانقين وسلايف ينزلوا متدابزين، وهذا اللي غادي يبان في هذه القصة هذه. وزادت كملت وجملت من صرات فوق العشرية الكحلة. وبلا ما نطول عليكم وجدوا رواحكم وخليكم معايا حتى النهاية. تقول صاحبة القصة: أنا سموني آمال، بغيت نحكي لكم قصة عشناها في وقت ما يتنساش في وقت العشرية الكحلة. كنا ساكنين في حي شعبي في وهران. أما سموها مريم، وبويا كريمو، وخويا الصغير عواد سماه بويا على جدي. دارنا دار متواضعة وقديمة كما قاعد ديور في الأحياء الشعبية في وهران. بابها حديد، حيطانها راشين، بنتورتها باهتة وطايرة، كوزينتها صغيرة بصح معمرة بالحب والدفى. بويا كان يخدم في واحد المركز حساس، ما باغيش نذكر التفاصيل تاع الخدمة تاعه والحي اكزاكت حفاظا على الخصوصية. المهم بويا كان خدام موظف في إدارة عمومية، وين المعاملات الورقية والتوامبر والتصديق على الوثائق وظيفة عادية، بصح في العشرية أي وظيفة عادية تولي عمل بطولي. عادك احنا كنا في وهران وين الصح تاع العشرية ملحقناش بزاف، بصح للأسف لحق بويا بسبب الوظيفة تاعه. بويا كان يخرج بكري كل صباح، شاد الدوسيات في واحد الملف تاع الجلد في يده ويروح مقلق للخدمة تاعه، ودايما كان خاصه يوصل قبل الوقت. لو كانوا يكافئوا الموظف المثالي في ذاك الوقت كان بويا دا الجائزة الأولى. وفي الطريق يفوت يشري الجورنال الوطن، الجمهورية اللي كان مدمن عليهم. جريدة الوطن مكتوبة بالفرنسي والجمهورية بالعربية. الزنقة تاعنا كانت معمرة بالحس، ريحة الكسرة من الكوشة اللي حدانا دايرة حالة. وكل صباح يفوتوا علينا الباعة المتجولين، هذا يبيع البيض، هذا لي زيكزافوند، يقول بالصوت الخشين تاعه صوالح البيع، زعما اللي عنده حاجة قديمة يبغي يبيعها ولا يمدها. ما داك اللي يبيع السردينة بلا ما نهضروا يزقي ويقول ايا السردينة. زعما ما كاش السكات كاع في ديك الزنقة، الدنيا معمرة والخير مدفق. وانا وخويا نخرجوا نقرو وما تروح للمرشي غير حدانا، بصح ما تجي توصل ذاك المرشي حتى تكون فاتت نص ساعة. اللي تتلاقى معها في الطريق من الجارات يقعدوا يحكوا شحال وما قاعدين يحكوا واقفين حتى تفوت نص ساعة. والله الجوارين ناس ملاح، وبنا تاع الزمان كاع ما توليش، والجوارين تاع بكري كاع ما يتعوضوش. وكاين الحس ثاني من نوع اخر في الزنقه تاعنا الدبزه كل يوم. الا ما ينوضوش ولاد الزنقه يدابزوا بيناتهم لي جون، تسمع الزقه في الديور، الام تزق على ولادها وبناتها ولا ولادها يدابزوا بيناتهم، زعما الخلايع كل يوم داك الزقه تحسب كاش واحد مات. هكذا كانوا لي كارتي بوبولير تاعنا بكري. وفي العشيه كيولي بويا من الخدمه نقعدوا على طابله واحده وناكلوا مع بعض. بويا كان عاقل وقاع الناس يبغوه، لا في الخدمه تاعه لا الجوارين قاع يبغوه، قاع محترمينه، وقاع الناس اللي تكون عندهم معاملات تاعهم مع بويا يفرحوا ويدعوا له دعوه الخير، على خاطر بويا يخدم بقلبه وما يذكرش حتى في واحد، ويخدم خدمته في بلاصه كثرت فيها الرشاوي. لو كان ما تمتش الرشوه تقعد غير رايح جاي وحتى حاجه ما تقضالك. والحمد لله بويا كان يخدم بنيته ويخدم لاخرته. كنا عايشين على قد الحال. بويا موظف بسيط، ما فقراء ما أغنياء. بويا وما يقعدوا يدمروا حتى يفوت الشهر يسلكوا ويلبقوا. بويا كان كل ما يخلص يشتري لنا دجاجة محمرة وباتيسري، نهار اللي نشربوا القهوة تاع العشية مع الباتيسري ونتعشوا الدجاجة محمرة نعرفوا باللي بويا خلص. بويا كانت خلصتها على قدها، بصح كان كريم معانا وما يبغيش يحرمنا حتى من حاجة. احنا بعد ما نتعشوا بويا دايما يدي معاه كاس تاع الزاج معمر بالقهوة الكحلة
للصالة تاع القعاد وين نرقدو حنا الصغار، وين كاين التلفزيون. وداك الكاس تاع الزاج عمرها ما يبدله، وما يبغيش يشرب القهوة في الفنجال. يشعل التلفزيون ويتفرج النشرة تاع 8 والفيلمات ولا. وخطرت حنا دائما داك الوقت كان بزاف ينقطع الضو. هي خطرت ينقطع الضو يقعد شحال باش يجي يعني روتين يومي تقطع تاع الضو. وبصح ملي يكون كاين الضو بويا يشعل التلفزيون يتفرج، وحنا يكون عندنا القرايه الغدوه من داك، بويا وما يسيفوا علينا نرقدوا حتى لو ما كناش باغيين نرقدوا، حتى لو ما كانش فينا النعاس. هما يقعدوا يتفرجوا في الارضيه تاعنا الوحيده اللي كانت عندنا، ما كاين لا قص على بارابول غير قناه اليتيمه تاعنا. وخويا خطات يرقد كان صغير يقرا سنه ثانيه ابتدائي، بصح انا طير عليا النعاس، ندخل راسي تحت الكوفرطه وندير روحي راني راقده، بصح انا قاعده نتفرج معاهم غير من تحت الكوفرطه. وهكا كنا عايشين حياتنا، وهكا كان روتيننا. حتى جا واحد النهار وين تبدلت بزاف الصوالح. واحد النهار وين كان بويا يخدم، جات واحد المراه عندها كواعط باغيه تريق لهم في الاداره تاع بويا، وهو اللي كان متكفل بالدوسي تاعها. هاد المراه كان لاباس عليها، قصيره ومعمره شويه، لا معمره بزاف شويه، تلبس غير جلالي بخاطيها سيفيليزي، بورطون ماشي متحجبه، بصح واحد الانسانه دي قورديه مع روحها، قافزه، مرا تاع وقتها، تهضر ما تخاف حتى من واحد، واقفه على وراقيها ودراهمها بروحها. بويا كان دايما يحكي لما على نهاره وما يخبي عليها والو، وبدا يحكي لها كيما موالف، ويقعد يحكي لها على هاد المراه بواحد النبره ما قدرش يخبي الاعجاب تاعه بها. قال لها جات مراه ارمله عندنا اليوم، عندها مشاريع، واقفه على رزقها اللي ورثتها على رجلها، واحد المراه شنقول لك تاع وقتها، مراه ب1000 راجل تبارك الله. ما سكتت في ذاك الوقت وما علقتش، بصح في قلبها قاعده تقول ياك تاع وقتها وب1000 راجل ياك اي غايه. تعرفوا باللي المراه تحس وتعرف، وهي كانت تقول بينها وبين روحها كما خبرتني هي من بعد، هاد القصه ما تعجبش يا خويا، واش راكم مخبينا. واحد النهار تخلعنا. في البدايه كانت العلاقه غير تاع خدمه وراقي، غير السلام والكلام الرسمي، بصح مع الوقت بدات الامور تتبدل. هي كانت تحترمه بزاف، تسمع كلامها وتدير عليه، زعما كاين صحه في المعاملات تاعها وكاع. وهي كانت مراه عايقيه تتمشى وتجيب معها الطاقه الايجابيه، وكانت هاد الحاجه تعجبه فيها، سورتو نهار اللي يكون مضغوط في الخدمه كان بزاف يرتاح لها. وتقولوا لي كيفاش تعرفي كاع هاد الصوالح؟ هاد الصوالح عرفتهم من تزوجت ناديه بويا، المهم سموها ناديه هاد المراه، وعرفناها كي دايره وشوفوها كيفاش تتعامل مع بويا، وعرفت واش كان بويا يعجبه فيها. خاطي الزين مالغري كانت شابه، وخاطي كلش ارتاح لها وقيلا ولا ما عرفتش، هذا اللي بان لي. وبويا داك الوقت ما بغاش يغدر بما ولا، وحس باللي راه يدير حاجه ماشي مليحه، بصح قلبه كان مال ليها، وهذا الشيء حيرها بزاف، تبدل بزاف ولا غير مهموم ويخمم. وناديه هذه ما كانتش امراه عاديه، كانت عاقله، عقلها يوزن بلاد، تفهم الحياه. راني نقول لكم بلي نهار اللي مات راجلها هي اللي وقفت على رزقها بروحها، في وقت ما تلقاش فيه بزاف النساء في الادارات ولا شادين المشاريع، حتى واحد ما يحشيها لها، وقافزه. وهذا كاع كان يعجب بويا فيها كما قلت لكم. هي كانت شايفه بلي بويا راهي من لها وراهي تعجبه، بصح تاكدت نهار اللي جا وصارحها وقال لها هذا الجزء اللي جاي من القصه هي اللي حكتها لنا بنفسها. قال لها بويا خش نعرف بزاف ناس غادي من بعد يقعدوا يسقسوا منين عرفتي منين درتي، انا نعطيكم التفاصيل الممله نتوما تبغوا التفاصيل. المهم قال لها بويا راني باغي نتقدم لك، بصح مانيش باغي نتلم مرتي، بصح تاني مانيش قادر نكمل في الكذب عليها، ومانيش باغي نخسرك ولا نخسر داري ولا عائلتي، ومانيش عارف كي ندير، وباغي نتزوج بيك. وناديه في الاول ما قبلتش، وقالت له انا مانيش باغي نفركت لك دارك ونديك على عائلتك، غير هذه ما تكونش، انا تبان لي هاد العلاقه ما فيهاش امل، انا جامي خممت نتزوج راجل متزوج. بصح مع الوقت ولقات باللي بويا راجل ما يسمحش في مرته وفي داره وفي ولاده، وشافت فيه باللي يحترمها وباغيها للحلال، زعما انا بويا راجل تاع الصح ماشي مهم. وافقت وقالت له غادي نوافق بالشروط. وش هما الشروط؟ قالت له اذا مرتك الاولى قبلت صح، واذا ما قبلتش ما راحش يكمل الزواج. وبويا قاعد يخمم مليح، من بعد صارح اما بواش كاين، وكانت صدمه كبيره على اما، زعفت
وبكات مالغري كانت حاسه ودابزت معاه ودارت حاله. بيان سور شكون اللي تبغي راجلها يتزوج عليها، هذه باينه. تصرف تاع عمها نورمال وشق النورمال من هي. وبويا خبر ناديه وقال لها واش كاين، قال لها وكان راكي تستني مريم اللي هي اسم امها مريم تقبل عمرنا ما غادي نتزوجوا. قالت لها هذا هو الشرط تاعي، ما عندي ما ندير لك. وبعد النهار رفدت ناديه روحها وراحت عند امها في خطوه جريئه من نوعها، دات معها كل خير، ما خلت لي فروي والكاطو والحلوى وحنايا قلشتنا تاني بلي كادو كاع. جات رافده ومحمله. سمعنا داك النهار الطبطيب في الباب، حليت انا كنت غير صغيره، كنت نقرا في الابتدائي السنه الخامسه، وشفتها قدام الباب كما وصفتها لكم، وقالت لي مريم راهي في الدار. هيا رحت عيطت لما جات ما وقالت لها واه شكون، ودخلت ناديه نورمال بلا ما تقول لها ما تفضلي ولا. قالت لها روحي نهضروا الداخل ما نقعدوش قدام الباب. اما خلعت وبلعت الباب ودخلت لها للصاله تاع القعاد، هذيك البيت اللي نقعدوا فيها انا وخويا. ما قلت لكمش بلي حنا عندنا زوج ديار وكوزينه؟ ايوا نسيتها. الشومبره تاع عمه وبويا والشومبره تاعنا انا وعواد اللي هو هي من بعد تولي الدار تاع القعاد، فيها نرقدوا فيها ناكلوا فيها نستقبلوا الضياف. قالت لها انا ناديه، وانا والله ماني عارفه هاد الناديه جابت هاد الجرأه كاع منين. ما خافت ما تجرجرها من شعرها كيما يديروا النساء ولا تطردها نورمال. وقيله عرفت باللي ما قال لي لا مسكينه ولا كانت تاكل على روحها ما باليش. المهم من قالت لها انا ناديه ما تقرصت وتخلعت وقالت هادي جابها عندي. وقالت لها ناديه اسمعي يا اختي، انا مانيش باغي ندي لك راجلك ومانيش باغيه نتملك ولادك ونخليهم يشتاقوا بوهم، باغي نعيشوا كاع مع بعض في دار واحده، ولادك هما ولادي وحاجه ما تخصنا. ما قعدت غير تشوف فيها ما لقات ما تقول لها. وقالت لها تاني شاه بغيته يتزوج شق منك ولا تطلقي بزوج تاع الاولاد؟ هو راه باغيك ومازال شاريك وشاري ولاده وما راش باغي فركه العش ولا انا راني باغيه. وقالت لها خلينا نعيشوا مع بعض كي الخواتات وحتى حاجه ما تخصنا. اما كاع هادي والله ما قالت كلمه، تشوكات مسكينه وما حطت لهاش كاع السني تاع القهوه ولا. كيما دخلت ناديه خرجت. المهم خلتها تهدر وهي غير تشوف فيها شوكات ما عرفت ما تقول، بين الصدمه ما صابت ما تقول. ايا وكي جات خارجه ناديه شافتني سلمت عليا وقالت لي انتيا كي سموك؟ قلت لها امال. شافت فما وقالت لها خمي فيهم وخرجت. ما قعدت تبكي مسكينه وقعدت تخمم اسكو هذه راهي بنت حلال وصح راهي تخمم فيا وفي ولادي وزعما تاني ماش باغيه تدي لي راجلي ولا راهي غير تمثل عليا. بصح ما كانش عندها حل واحد اخر. خبرت بويا باللي راهي قابله. بويا ما امنش عقله وخبر ناديه. واش دارت مرت بويا بعد الزواج؟ كيما قالت لها راحت شرات فيلا قدها قداش. فاتت سيمانه ولا 15 يوم ورحلنا لدارنا الجديده. نهار الرحله كان الخريف، النسمه تاع الخريف بدات تطيح الورق تاع الشجر. قالت لنا ناديه ما نجيبوا والو معانا، لا الفراش لا ماعين لا والو، ندخلوها غير بلا طاي. دارنا جديده كانت فيلا فيها 3 تاع لي زيطاج وسطح. هاد الفيلا شاتها ناديه في واحد الحي راقي في وهران غير تاع الفيلات والكالم. يا حسراه دارنا المهدمه والبانيه في الكارتي بوبولير اللي كاع ما يسكتش. هنايا الدبانه ما تسمحهاش. هاد الفيلا كان فيها جنان صغير بالكون يطلع على البحر نشوفه من بعيد وريحه الياسمين، على خاطر كاع الفيلا تما دايرين جنانات معمرين بالياسمين والورد. الفراشات اللي عمري ما كنت نشوفهم غير في التلفزيون ولا في الكتوبه تما معمره بالفراشات ما شاء الله. نهار دخلناها ميمتي قاعد غير ساكته مسكينه. نهار دخلنا لديك الدار تشوف بعينيها مقوده خويا الصغير وناديه مرت بويا حلت الفيلا بالمفتاح وقالت لنا تفضلوا وكانت فرحانه. وناديه وفرت لنا كلش في ديك الدار. جابت المراه اللي طيب والمراه اللي دير الميناج، بصح ما قالت لها على جبتي لنا هادو، انا نبغي نخدم صوالحي بيديا، انا نطيب وانا ندير القضيه نتاعي. ناديه قالت لها وهي تضحك شوفي يا حبيبتي انا تومرت في حياتي وتومرت من كنت صغيره، دروك يديا ما نحطهمش في الماء، الحمد لله راه كاين الرزق خلينا نتمتعوا. قالت لها ما لا ميمتي انا نبغي نطيب، شنو قاعد ندير انا من انتي جيبي لي اللي طيب واللي تنقي.
هي نادية خلت غير مرة اللي دير الميناج، كل يوم تجي تعاون ما، وما هي اللي تطيب. ونادية كانت خدامة، تروح الصباح تخدم وترجع العشية، خطرات تروح غير الصباح وخطرات غير عشية على حساب، على خاطرش هي خدامة عند روحها. الصباح نوضو على ريحة القهوة والكسرة الحامية، وخطرات على الفطيرة الله الله مع القهوة. نادية تنوض بكري تلقى ما في الكوزينة تقعد تشرب القهوة معاها، وبويا يكون راح للخدمة تاعه. كل واحد عنده ايطاج يعيش فيه، بصح الكوزينة وحدة وما متكفلة بها. هي من الاول قالت نادية لما راهي عندك كوزينتك، يعني كل ايطاج فيه كوزينة، كيما تبغي تعيشي عيشي حياتك وطيبي في كوزينتك. بصح ما قالت لها لا نطيبوا كاع مع بعض، ما عرفت لها باللي جابت وحده اللي تطيب لها منا، قالت لها كيف طيبي وحدك وكاع، عرفتها خاطيها هاد الصوالح. هي قالت لها لا نطيبوا كاع مع بعض وتاكلي معانا. وناديه بصح مرا مليحه بزاف، وبويا كان داير العدل بيناتهم، كل خطره يبات عنده وحده فيهم، وكي يجي العشيه من الخدمه يدور على كاع الدار، يدخل يشوفنا يسلم علينا ويقعد يزعق معانا ويضحكنا كيما موالف، حتى حاجه ما تبدلت علينا، غير انتقلنا من مستوى معيشي لمستوى معيشي واحد اخر احسن منه، من دار راشيه في حي شعبي للفيلا في حي راقي، ولينا نلبسوا غايه ناكلوا غايه، حاجه ما خاصتنا. كان بويا يصرف علينا، وناديه تاني كل خطره تشرينا، كل ما تدخل دخل معاها حاجه تصرف على الدار، وكانت فرحانه، كانت تعاملنا حنايا معامله مليحه ودايرتنا كي ولادها. وانايا خطرات كنت نرقد في ليطاج تاعنا، خطرات نطلع نرقد معاها، كل ما تدخل تجيب لنا لي كادو كاع، المهم كنا كاع نبغوها، وتعامل ما غايه تاني تحسب خوتها. فرطا ما في الاول ما كانتش تهضر معاها بزاف، بصح من بعد ولات تلاقى معاها كيشربوا القهوه تاع الصباح غير هما زوج يقعدوا يهضروا، وشافت المعامله تاعها وكيفاش تعامل معانا حنا الصغار، ولات شويه شويه تحكي معاها وتقصر معاها. وناديه صح خاطيها شقها تاع الدار ما تبغيش النيطواياج وكاع كيما قالت، على بها جايبه مرا تجي كل يوم تنقي، وما توقف معاها التعاون هي وياها، على خاطر الدار تاعنا كبيره كيما راكم عارفين. بصح ناديه كانت كل خطره يعني خطره على خطره سورتو في الويكاند طيب لنا حاجه من المواكل تاع الشيكي والبيريكي، غير المقليات ولا المشويات ولا الكوشه، وخطات تجيب لنا ديرنا نديروا المشوي برا في الويكاند. هي كتبغي تقلشنا وقعد تجيب لنا باش بويا يشوي لنا في الجنان. المهم عشنا واحد الايام ما شاء الله، وراحت ايام وجات ايام، والدار الكبيره بدات توالف زوج نساء في الكوزينه، زوج نساء في الدار، واللعب تاع ولاد الصغار والنقاشات بين زوج نساء يفرقهم القادر ويجمعهم راجل واحد. دعوه ولات نورمال شويه بشويه. واحد النهار في الويكاند ناديه هي اللي طيبت العشاء، دارت لنا اللحم مع البطاطا والبصل في الكوشه، وجا البلا يهبل. عاونت انا وحطيت الطابله وتلايمنا كاع نتعشوا مع بعض، بويا ما ناديه وانا وخويا. ناديه بدات تحكي لنا على صغرها، على جداتها، على معسكر، هي اصلها من عسكر. قالت لك كانوا عايشين في الدوار، وكانت تروح تجيب الماء من العين، اما غير تشوف فيها على حساب خزراتها كانت تقول انت هي جايه من الدوار، انا اللي جايه من الدوار ماشي انتيا. قالت ناديه باللي كان ما بارد كي نجيبه من العين ونقي بيه في داك البرد القاصح، يدي يحرشوا منه وتفزروا، يدي كانوا حرشين من الماء والبرد، وجهي حراش تاني من داك البرد والنسمه تاع الصباح. ونص يخرجوا برا يغسلوا الطابيات مع بعض، يخدموا ويقصروا ويضحكوا ويغنوا، هاك الزرابي هاك المجدور اخدم بلا ما تقعد الدور. قعدنا نضحكوا وهي تضحك تاني، وقالت لنا كنت نبغي نطيب مع جداتي، نوقف على واحد الصندوق صغير ونحرك الكاسرونه، وجداتي تعلم فيا. كان عندنا بير في الدار، بصح هذا البير قديم وماها قليل، خطرات ونخرجوا منها الماء نقيسوا فيه بيدو ونجبدوا الماء ونحموه كي نبغوا ندوشوا، والماء تاع البير بارد بزاف تحسب كان في الفريجيدير. وكانت عندي عنزات كل وحده دارت لها اسم، كحلوشه نعناعه وفرفوره. كحلوشه على خاطرش كانت كحله وعينيها كبار، ونعناعه على خاطرش كانت تبغي تاكل نعناع، وفرفوره على خاطرش تقعد غير تنقز وتجري. وحنا طردقنا بالضحك من سمعنا هاد الاسماء، وما تاني ما تتبضحك. هي عوات تما قال بويا راني باغي تشيلي عنزه، وقعدنا نضحكوا.
كان داك النهار والله سبيسيال، ناكلو ونسمعو قصة حياة نادية، وخطرا نضحكو وخطرا نغيسو معاها. سقستها ما وقالت لها وجداتك كانت تعيش وحدها؟ نادية قالت لها لا، كانت عايشة معانا، بصح كانت مرا تاع وقتها رزينة وحكيمة. دوارنا كان شباب بزاف، كان معمر بالشجر تاع الزيتون والباكور، وفي الربيع يتعمر بالورد. كنت عايشة مع بويا الحاج عمار وما عايشة الله يرحمها، ما مسكينة ماتت صغيرة، وبويا تزوج راه قاعد مع مرته في الدوار. في الليل كي رحنا قاعد نرقدو، بويا دا الفنجان تاع القهوة تاعه، راح للصالة وشعل التلفزيون كيما موالف. طيبت نادية لاتاي وجابت السني وحطاتها قدام امها وقعدوا يتفرجوا، وانا يا دروك ما عنديش كيفاش نخزن وندير روحي راقده ونتفرج معاهم. خلاص راحت ديك الايام، راحت ايام وجات ايام وقاعده عائلتنا هكذا. نادية دايما كيما هي، ما تبدلت علينا ما والو، بالعكس متهليه فينا تحسب ولادها وماشي ولاد درتها. وهي وما كانوا متفاهمين بزاف، تحسب خواتات ماشي دراير. ومن بعد ما زادت جابت خويا ياسين، ونادية جابت تاني ولد وسماوه أسامة. ودخلت العشرية الكحلة وين كل شي تبدل، ولينا نسمعوا في الأخبار تفجيرات في العاصمة، اغتيالات رجال الأمن والصحفيين والفنانين، كامين في المدية، اختطافات. كل يوم كنا نسمعوا على شي واحد مات ولا تخطف. الجزائر بدات تغلي، وعرفنا بلي داخلين على مرحلة ما عالم بها غير ربي. واحد النهار من النهارات عمري ما ننسى داك النهار، كان فات عامل على الرحلة تاعنا لهاد الدار وزواج بويا من نادية، وانا كنت في السيام. بويا الصباح ما خرج بكري كيما مداري ما والو. ناضت نادية وكانت تشرب القهوة في الكوزينة مع أما، وبويا قعد معاهم يشرب القهوة، والحق علينا حنا من نوضتنا ما باش نقرو، ولقينا بويا يشرب في القهوة نخلعنا، ما كناش نتلاقاو به الصباح. وانا فرحت بزاف وقعدت نهضر معاه نلعب معاه، هو يعنق فيا ويضحك معايا ومع عواد. بويا ما كانش كيما مداري داك النهار، كان غير ساكت، عينيك اللي فيهم حزن، وغير يشوف فينا ويطول النظرة فينا. ما كناش عارفين باللي كان يودعنا مسكين بويا الله يرحمه. داك النهار ملي خرج بويا ما ولاش للدار. بويا ما رجعش بكري من الخدمة، طا بزاف، والساعة وصلت 10 تاع الليل وال11 تاع الليل. هذا صرا في عام 1996. وبويا عمره ما دارها، غير نهار اللي يسافر يقول لنا قبل بلي راه مسافر ولا، بس عمره ما بطا كاع كيما هاك. حتى سمعنا التليفون يصوني، كان عندنا الفيكس في الدار. الله يستر يا ربي، التليفونات تاع الليل وتاع الصباح بكري خلعوا. نادية ردت وجهها تبدل وقالت لما كريمو داروا لهم بومبا في اللوطو تاع الشركة، وهو كان فيها، بس قالوا راه بخير، راه في السبيطار الكبير. قالت لها انتي قعدي مع الاولاد، تخافي نوضو ما يسيبوناش وانا نروح نشوفه. ما قعدت تبكي وانخلعت وقعدت غير تدعي يا ربي يكون لاباس. ونادية لبست جلابتها وراحت. هو كان متوفي بويا الله يرحمه، غير ما بغاوش يخلعوهم. اللوطو كان فيها 3 تاع الناس والشوفور، وقاع ماتوا الله يرحمهم. جثث تاعهم ولات اشلاء، لايموهم قاع مع بعض، وما سلمناش الجثة تاع بويا مسكين الله يرحمه ويرحمهم اجمعين ويعدهم من الشهداء. درنا جنازة بلا جثة، وما نقولكمش يا خوتي واش صرا في ما وفي نادية. هولوا الدنيا بالتواغ، وواحدة تصبر في خوتها ويتعانقوا ويبكوا واحنا صغار. جاتنا كالصدمة، الخطأ الأولى في حياتنا اللي شفنا فيها هذا المنظر والجنازة وقع. بويا العزيز مات، بويا اللي ما كانش يبغي العوج ويعرف غير نيشان، وعمره ما شد الرشوة. ما عرفناش إذا الإرهاب هو اللي دار هذه العملية ولا كاين ناس شارينها له، بغاو يعطوه الرشوة ويكمل لهم الدوسيات تاعهم، هو ما بغاش يمضي لهم حتى يكون الدوسي كاع مريقل. كاين بزاف صوالح كيما هادو يصراو لبويا في خدمته، وكان بكري يحكي لما وكاع واش يصرى في الخدمه على بها نعرفوا كل شيء. بكري كان يحكي غير لما الله يرحمه، وبعد ما تزوج نادية ولا يحكي لهم للزوج كي يكونوا في كوزينه ولا كي يكونوا قاعدين في الصاله. بعد الوفاه تاع بويا الله يرحمه بقينا عايشين في نفس الفيلا مع نادية، حتى حاجه ما تبدلت، كي البارح كي اليوم، بالعكس ولا تما متقربه بزاف من نادية، يدخلوا كيف كيف يخرجوا كيف كيف، ومتفاهمين، تحسبهم اخواتات صح، ويتعاونوا في التربيه تاعنا. اما ما تفرقش بيناتنا وبين اسامه ولد نادية، ونادية ما تفرقش بين ولدها وبيناتنا. وانا كنت عزيزه عليها بزاف، وانا تاني كانت عزيزه عليا بزاف، كنت نرقد عندها ونقعد عندها اكثر من اللي نقعد مع اما وبويا.
حتى اللي كبرنا وماتت نادية الله يرحمها. يا ربي وشحال صعيب عليا الموت تاع نادية، قلبي مازال يوجع فيا، على خاطرش كي ماتت كنت كبيرة وحسيت لها أكتر. حسيت الموت تاع نادية أكتر من الموت تاع بويا اللي كنت فيه صغيرة ما عارفاش واش صرا. المهم حنايا عمرنا ما كنا نظنوا أننا نوضوا في يوم وما نلقاوش نادية معانا. هي تاني كانت تمنا كيما مريم. نادية اللي كانت دايما معانا، ضحكتها ما تفارقهاش، صوتها وهضرتها اللي تريح القلب، راحت علينا فجأة. مرضها كان خبيث، ما عطاش فرصة حتى باش نودعوها. في آخر أيامها كنت نقعد حداها في الدار الكبيرة نقرأ عليها القرآن ونمسح على وجهها، وكانت توصيني في آخر أيامها مسكينة وتقول لي آمال تهلي فمك وفي خوتك، وانا كي نسمعها تقول هكا نخبي دموعي باش ما تشوفهمش. اما عمرها ما خلتها في مرضها وحنايا مداورين عليها، راحت وحنايا قاع حداها الحمد لله. من بعد ما راحت العزيزة الدار ولات خاوية، ما ولاتش كيما كانت بكري، أصعب فراق الحباب وفراق الموت. كل الدنيا ظلامت وطفات، وما تأثرت بزاف بالموت تاعها، كانت مونستها ومعاونتها للزمان وعلى الدنيا ومعاونتها في التربية تاعنا. وفاتت سنين وجت سنين وحنا كبرنا، أنا وليت أستاذة لغة عربية، خويا عواد كمل قرايته ودخل السلك الأمن ولا ضابط شرطة، وأسامة ولد نادية كيما تتمه كان في عمره 10 سنين، باته هما أصلا ما حسش بالفرق، عايش في وسطنا من بكري، كمل قرايته ولا انجينيور، وقاع رانا متزوجين وبديارنا. خوتي أسامة وعواد عايشين في الفيلا مع أمه. هيا واللي يسمع هاد القصة يحسبها فيلم ولا قصة خيالية، بصح لا، حكيت لكم على حياتنا، على بويا، على راجل كان قلب دارنا وتاج راسنا وسندنا مالقري راح بكري وخلانا، وعلى نادية مرته اللي كانت مراه حكيمة ورزينة وملايمة عائلتنا وما فرقتهاش، وعلى أمه اللي مالقري الضر اللي كان عندها قبلت تشارك دارها وراجلها وحياتها. نحكي على الدار اللي لمتنا والعشرية اللي فرقتنا على بونا. وصحيتوا اللي سمعتوا هاد القصة، وما ننساش نشكر صاحبة القناة الوهرانية اللي قبلت تحكي قصتي، ربي يحفظك ويوفقك إن شاء الله. هنا كملت قصة آمال وعائلتها. شحال تمنيت قاع الناس يكونوا كيما هاد الناس اللي حكيت عليهم آمال، يعني مازال الناس طيبين موجودين، مازال القلب الحنين كيما امها وبوها ومرت بوها، ناس طيبين لموا وما فرقوش وما تبدلوش، يعني الزمان ما بدلهمش، وقد ما داو عطاو، ربي يهنيهم إن شاء الله. والله يرحم نادية ويرحم بوك ويرحم جميع الشهداء وضحايا العشرية السوداء. وفي الختام نقول لكم ما تنساوش تلايكوا، تعلقوا، تشتركوا، والسلام عليكم.